الكيك بتاعنا النهاردة ملوش حل غير النسف. هو فعلا حرفيا هيتنسف نسف بمجرد انه يتعمل. قد ايه خفيف وبدون فرن وبدون ادوات كتير وبدون مجهود واقتصادي وبدون دقيق. حقيقي هو كله على بعضه ما حصلش ولا حتى هتضيفي بيض. 3 طبقات من السعادة. تجنن تجنن تجنن، مش عارفة اقول لكم ايه. شايفين عاملة ازاي؟ ما تقدريش تعملي على نفسك كنترول، بتاخدي واحدة تلو الأخرى زي ما بيقولوا. حقيقي عايزة أقول لكم انجوي، تابعوني على قناة جديد وقناتي التانية، بنزل فيديو هنا وفيديو هناك. شايفين 3 طبقات عاملين ازاي؟ اوه ماي جاد. ندخل بقى سريعا. هنجيب باكو بسكويت حوالي 16 اونز، وتروحي مكسراه بايديكي او حطاه في الخلاط زي ما انت عايزه. المهم تخليه ناعم وتنزلي عليه بالزبده السخنه. هسيب لك المقادير جوه صندوق الوصف، ما تقلقيش خالص، هي سهله وهتنجح معاكي وانت مغمضه. هدهن الصينيه اللي هشتغل عليها الزبده او ارشها سبراي، واروح موزعه طبقه البسكويت واضغط عليها واعملها كانها طبقه عجين من تحت. اخليها متماسكه مش مفككه. هو ما تقلقيش اساسا، مش هيجرى لها حاجه. هجيب هنا الحليب، انزل عليه بالبودر بتاع الكاسترد، وبعدين انزل عليه بالسكر العادي، واقلب الخليط كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه عشان ما يبقاش فيه تكتلات. واوديه البوتاجاز على درجه حراره فوق المتوسط. ما بياخدش مني 5 دقايق، لازم ابقى واقفه عليه، ما سيبهوش عشان ما يعملش في حته، يعني ما يستويش في حته والحته التانية لا. تمام. اسهل من كده مفيش. تقدري تعمليه بصفاري البيض عندك، عملته قبل كده معاكم، بس استخدمت البودر عشان الناس اللي عايزه حاجه سريعه وتعملها بسرعه. وهروح نازله عليها بقى. شفتوا بقى اللي حصل؟ اللي متابعيني بقى من ايام ما ابتديت كل سنه اعمل الكيك ده والله العظيم وتقع مني. بصوا شوفوا هيحصل ايه. اوبا، جايه ارفعها عشان اضربها راح القالب طالع في ايدي. بصوا، كل سنة أعملها لازم تقع مني بعد ما أجهزها وأنا بصورها. المرة عفوا يا جماعة، المرة دي قررت برضو أكملها. ما هو أنا اتعلمت بقى دي كذا سنة ورا بعض. هنا جبت الحليب الساعة، نزلت عليه بالباودر بتاع الكريم شانتيه. عايزه اقول لك المقادير بتبقى موجوده على الكريم شانتيه ازاي تستخدميه. بس فور اكزامبل، يا قالوا لك استخدمي 200 مللي للحليب، تشيلي منهم معلقتين وتحطي عليهم الباودر بتاع اسمه ايه، اللي هو كريم شانتيه، عشان ما يبقاش سايل. يعني ما تصدقيش حد. ده بقى مع اسمها ايه، مع التكرار، يعني الواحد يتعلم. يعني يقولك حطي كوبايه، شيلي من الكوبايه معلقه. تمام. وتروحي موزعه الطبقه كلها. طبعا بتعامل معاها دلوقتي برفق عشان اكملها. ما هو مش معقوله بعد ما اعمل الخطوات دي وانا مستنياها عماله اقول هاكلها هاكلها وبعدين تقع مني كل يير. والله يا جماعه انا خلاص، خاصه الكيك ده لازم يقع مني، واروح بالراحه متعامله معاها. كان نفسي طبعا اضغطها اكتر من كده، ادقها، اسمها ايه، اخبطها تاني، يعني انزلها لتحت، اهبطها، يعني خليها متساويه من تحت عشان اتاكد انه ما يبقاش فيه فراغ. بس يعني اتعاملت معاها برفق. هنزل هنا بايه، بطبقه اللي هو الكريم كراميل. عملنا كريم كراميل مع بعض، مفيش اسهل من كده. هسيب لك اللينك بتاعه جوه صندوق الوصف، ما بياخدش 3 دقايق وبس. هدخلها التلاجة تتماسك بقى. المهم الكريمي كراميل لما تيجي تنزلي عليه بالكريم شانتيه، خلي بالك، خلي كريم كراميل يكون بارد ما يكونش سخن. يعني تبقي عاملاه ومجهزاه وحطاه على جنب. بعد ما تتماسك شوية كده تخليها التلاجة تبرد. اللي هو الكيك بتاعنا بعد ما إضافة الكريم اسمه ايه البتاع ده، الكريم شانتيه. تروحي ضايفة عليه كريم كراميل، عشان لو حطيتيه هو دافي هتهبطي الكريم شانتيه. وتعملي خطوط كده بأي بقى، جيبي كيس زبلك وتبر أي حاجة متواجدة معاكي، وتعملي خطوط رفيعة وتمسكي عيدان. انا استخدمت عيدان الشوي اللي لقيته قدامي، طبعا سحبته، كنت هجيب اسياخ بس يلا انتوا عارفيني. وعملتها كده. عايزه اقول ان الحظ الحلو كل يوم احنا بردانين، النهارده بقى اليوم بتاعنا كنا حرانين في عمل ملت. بس قلت برضه هنزلك. بصوا الجمال، حاجه كده يعني ايه، طبقات
من الراحة. يعني لو انت عايزة ايه تريحي راسك، تهدي دماغك، تعملي حاجة تخليكي كده يعني هابي، تعملي حاجة تشغلك، تشغل راسك، تبعدك عن المكان اللي انت فيه، تنقلك من مكانك لحتة تانية خالص. اعملي الكيك ده. الكيك ده ما حصلش، بس خلي بالكوا عشان ما توقعوش زي ما انا كل سنة اعمله واوقعه. بصوا بقى، مش عارفين نسكت يا جماعة، حتى مش قادرة اسيبها تتماسك شوية. بس انصحي بقى بعد ما تحطي كل المكونات دخليها جوه التلاجة تتماسك شوية. انا يعني ماي ميستيك ان انا استخدمت القالب ده تاني، ان شاء الله ما انساش واستخدمه، عشان مش عارفه اللي حصل لي كل ما اجي استخدمه اوقعه. بصوا الكيك بتاعنا عامل ازاي. انجوي يا جماعه، متنسوش تتابعوني هنا وعلى القناه التانية 3 طبقات من الكيك الخطير. هسيب المقادير جوه صندوق الوصف. بصوا بقى وانتي بتطلعيه، يا سلام على الكراميل اللي هو سايح على نفسه ونزل، وطبقة البسكوت اللي نزلنا عليها بالزبدة والكاسترد، وكمان الكريم شانتي. انجوي. دي كانت طريقتنا، كنت عايزة اصور اكتر من كده. انجوي.